السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج ريفلكسولوجي والشياتو والأخصائي النفسي. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا اللي هو الطفل طويل اللسان. الطفل طويل اللسان كلنا بنعاني من هذا الطفل. تلاقي الطفل كده يا جماعة منذ السنة الثانية من عمره بيتعلم أشياء كثيرة جدا عن طريق التقليد والمحاكاة. فهو مثلا حين يدخل عيادة الطبيب بيمسك بسماعته ويحاول ان هو يسمع بيها، فيتعجب ان هو مش سامع اي شيء. والطفلة الصغيرة بتلاحظ امها وهي بترتب السرير فتحاول انها تساعدها في ترتيبه او انها تقلدها. واول معلم للكلام في حياة الطفل هو اهله، الاب والام. طيب، فاذا كان الاب والام بيكلموا اللغه الانجليزيه، هتلاقي ان الطفل بيتكلم نفس اللغه الالمانيه نفس القصه، الصينيه نفس القصه. اللي انا عايز اقوله ان الطفل في هذه الحاله هو عامل زي التسجيل بالظبط، بيسمع الكلام ويحفظه ويردده دون ان يفهم معناه. طيب، وإذا لفظوا لفظا بذيئا رددوا دون أن يفهم معالجة الموضوع في إيه، دون أن يفهم معناه. وهذه هي أولى مراحل الطفل طويل اللسان، إنه بيسمع باباه ومامته بيقولوا إيه ويبدأ إن هو يردد هذا الكلام. فهناك أهل مثلا يضحكون جدا ويسعدون عندما ينطق الطفل بإحدى هذه الكلمات البذيئة، وده بيشجعه ويقول له يلا تفعل عمك، لا تفعل خالك، اشتمه وقول له يا كذا وقول له يا كذا وقول له يا كذا. ده صح. مجرد ما الطفل ينطق نروح ننطقه شتايم؟ ما ينفعش يا جماعة، وفي الآخر احنا اللي بنشتكي، لان الطفل اصبح هذه الالفاظ اللي بقت متيسرة جدا على لسانه يستخدمها مع اهله واقربائه، ويستخدمها معاكي انت كأمه، ويستخدمها معاك انت كأبوه. فما ينفعش يا جماعة احنا اللي نعلم اولادنا وبعد كده احنا اللي بنحاسبهم ونعاقبهم. ما ينفعش. طيب، يبقى احنا كده عرفنا ان الاهل هم اهم مصدر لهذه الالفاظ. فالطفل لا يكون كلماته بقراءة مختار الصحاح مثلا، بل بالاستماع الى اهله وسكان البيت كلهم بما فيهم الشغالة. وقد تنجح هذه الطريقة ولكنها غالبا ما تفشل، ان الطفل بيبدأ في استعمال اللفظ كسلاح لإثارة الاهتمام حتى ولو ادى هذا الامر الى الضرب. أما الصنف الثاني من الأهل فهو من يتحاشى التلفظ، هو من يتحاشى التلفظ بمثل هذه الألفاظ على الأقل أمام الأبناء. فإذا ردد الطفل مثلا أحدها في يوم من الأيام تجاهلوه تماما، وإن لم يفت التجاهل خاطبوه في هدوء وتعقل قائلين: هل سمعتنا نردد هذه الكلمات قبلا؟ انت شفت احنا بنقول الكلام ده قبل كده؟ طبعا هيجاوب انه لا، فهي كلمات لا تليق بالاشخاص المهذبين مثلك، وتبدا تتكلم معاه كده باللين وباللطف. طيب، في ناس يقول لك والله انا تعبت مع ابني، عمال اقول له ده غلط يا حبيبي، ما ينفعش تقول الالفاظ دي يا ابني، يا حبيبي ما ينفعش الناس يقول عليك انت انسان غير مهذب، وبالتالي اهلك بنفس هذه الصورة. فانا غلبت مع ابني، فانا اقول لها نشوف تجربة تانية. ان لم يفد هذا فإلى المرحلة الثانية بحرمانه مما يحب، ان انا احرمه من حاجة هو بيحبها. زي مثلا احنا متعودين كل يوم خميس وجمعة هنروح مثلا الازهر بارك اللي انا بصور فيه دلوقتي. لا، طب احنا هنحرمه من الشوكولاتة اللي بيحبها، من اللعبة اللي بيحبها. لازم يكون هناك عقاب، نوع من العقاب حتى لا يتلفظ بهذه الألفاظ مرة أخرى. طب إذا لم يفد هذا اللين بعد كل هذا فلا مانع أبدا في آخر الأمر من علقة سخنة كده، بس خلي بالنا مش نعوره ونجيب له عاهة ونقول له أنت اللي قلت. أيوة. فمع البحث عن المصدر الذي أتى منه هذا الطفل البريء هذه الألفاظ البذيئة، ممكن يكون الشغالة ولا ابن الجيران ولا صاحبه في المدرسة، فلازم ان انا احوط على ابني واعرف هو بيجيب هذه الألفاظ البذيئة منين. والاهل طبعا بيقدروا بهذا كله حماية الطفل من سوء اللفظ والبذاءة حتى يصل الى مرحلة جديدة وهي مرحلة المدرسة وما يتبعها من حب الاستقلال ودخول المدرسة والمجتمع
الاجتماع الجديد الذي يجمع كل المستويات الخلقية. فالأساس عندي هي المرحلة الأولى، النبتة الأولى للطفل، إن أنا أحذره من هذه الألفاظ البذيئة. حتى لو أي حد من أصحابه قال هذا اللفظ البذيء قدامه، سينكر من داخله هذا اللفظ ولا يحب أن يردده، بل أحيانا يبعد عن الطفل دون اللي هو زميله، ما يقدرش ان هو يتعامل معاه. عشان كده لازم ناخد بالنا احنا بنقول ايه وبنلفظ بايه، وده العلاج الاسلم للطفل طويل اللسان. كان معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياتسو واخصائي النفسي. للتواصل معايا رجاء الاتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.